على فكرة أنا اتكلمت كتير في الفيديو، محدش يتضايق على كلامي الكتير. تابع الفيديو عشان تفهم ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي عاملين تكونوا بخير. صلوا على النبي على افضل الصلاة والسلام. اذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. طب يا جدعان، فكرة الفيديو بتاعت النهاردة اولا كده، انا اسف على الغيبة دي والله العظيم. آه يعني في شوية حاجات كده انا كنت بعملها اجازة. انا في اجازة اجازة، يعني باخد اجازة شوية وبنزل فيديوهات وبتاع كده. حتى امبارح كنت المفروض انزل لكم فيديو بس ما عرفتش لان انا عملت الانجاز الجديد ده، وبرضه هصور لكم فيديو ان شاء الله هيكون الفيديو الجاي. تمام يا عم جو. فكرة الفيديو بتاعت ايه النهارده؟ فكرة الفيديو ان احنا دخلنا ظبطنا الحساسية بتاعتنا، لان انتوا زي ما انتوا كنتوا عارفين ان احنا ما كناش بنلعب بالاكونت بتاعنا، فاحنا ما كناش مظبطين الحساسية وكده. طب انت عدى علينا 15 يوم باين او اقل. لا انا جاي دلوقتي نظبط الحساسيه بتاعتنا. يعني حتى هتلاقوا في فيديو نازل برضه هسيبه لكم في الوصف بتاع الفيديو عشان برضه تتعلموا من الاول، اللي هي الناس الجديده اللي مش بتعرف تتعلم او تعرف تظبط الحساسيه بتاعتها. تمام. تمام يا عم جو. زي ما انتم شايفين انا قدامكم في الفيديو. انتوا هتقولوا انت بتلعب كمبرة او بتلعب بعيد كده. لا، دي انا والله العظيم بصور لكم بس عشان اوريكم مسافات الايمات هل حلوه ولا وحشه وكده، يعني عشان تبقوا عارفين. طيب انا قدامكم لعبت لكم بسكوب 3 اغلب الاوقات، لان الصراحه اكتر سكوب عندي عجبني واكتر سكوب انا بلعب بيه. تمام. سكوب 4 عندي مش زي المره اللي فاتت، زي ما انتم كنتوا عارفين كان سكوب 4 اثبت وكده. بس انا لان اديت الحساسيه بتاعت الواحد تاني، فالحساسيه باظت من عندي. بس انا يا باشا لو انتوا عايزين الحساسيه مني عادي مش مشكله، اديها لكم واعمل حساسيه جديده، انتوا اخواتي وانتوا يعني انتوا اللي ليا وكده. تمام. تمام. بلعب لكم بجميع الاسلوبات وبتاع، عشان برضو ابين لكم قدامكم ان انا الحساسيه عندي مظبوطه مش وحشه، عشان ما تقوليش هتقولي طب ان انت بتلعبهم دول بوتات. لا دول مش بوتات. يعني انتوا اكيد شايفين الدمج اللي هم بيدمجوهوني، يعني في اغلب ده مش فيديو واحد اللي انا مصوره، يعني انا واخد كذا لقطة من كذا فيديو مقسمه. طيب ماشي. طب الحساسية هتبقى عبارة عن ايه؟ بتاع هيبقى عبارة عن ايه؟ انا يا باشا حساسية بالظبط زي الفيديو اللي فات. اي حد في الكومنتات هيطلب مني الحساسية ابعتها له. فكرة الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هنعمل فيها حاجات كتير قوي ان شاء الله. وبرضو عايزكو اللي عايز يعمل انجاز يكلمني في الكومنتات يقول لي يا جو انا عايز اعمل الانجاز الجديد، ابعت لي اد ونخش نلعب مع بعض ونعمل الانجاز كل الاربع ايام وان شاء الله نعملهم يعني بسرعة وكده. تمام. ده مش موضوعنا يعني يا عم جو. الحساسية طيب ماشي. عايز حساسيتك تبقى نار، حساسيتك تبقى زي المحترفين، حساسيتك تعدي. انا مش هقول لك انا جوكس، والله ما هقول لك انا جوكس وانا بتاع ما اعرفش ايه وحساسيتي يا باشا انا ثابته واربع هدات وثلاثه وبتاع وكده. لا انا واحد عادي زي اي حد عمل حساسيه فطلع يجربها معاكم ويقول لكم نوع الحساسيه ايه والكلام ده. انا بتكلم كتير صح؟ انا عارف ان انا بتكلم كتير وبتاع وكده، بس يعني لان انا بقى لي كذا يوم ما كنتش صورت فيديو ولا نزلته اهو وكده فتوحشتوني. ماشي. طيب حسيها فين يا عم جو؟ حسيها هديها لكم في اخر الفيديو. ما تقولوليش طب ليه في اخر الفيديو، هوريها لكم لان مش هخش في ملاعب التدريب بتاعه وكده. فكل جيم دي انا مصورها لكم حاططها لكم، اتفرجوا على الايمات وفي اخر الفيديو هبعتها لكم. يعني اخر الفيديو هيبان لكم الارقام بالظبط، واللي مش عارف يعني ياخد الارقام كده هديها له يكلمني وانا هبعتها له. طب اللي مش عارف ياخد يا جول مش عارف ينسخ البتاع الارقام وكده هبعت لك البتاع على طول بس. فاهم؟ فعايزك تشترك في القناة، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، ودعم اخواتنا الفلسطينيين. اللهم كن لهم عونا نصيرا. لو ما بتصليش لازم تصلي. ماشي. آه عايز اكلمكم شويه كده في الفيديوهات الجايه. انا مش عارف انتوا اكيد هتكلموني في الكومنتات. تمام. احنا اولا كده كل سنه وانتم طيبين، احنا خلاص داخلين على رمضان. كنت بتمنى ان انا اخش على رمضان وانا 1000 مشترك، بس يعني ممكن ما تحصلش واخش لان انا لسه 125 او 126 مشترك.
فبعيدة شوية، بس مفيش حاجة بعيدة عليكم يعني. بس ان شاء الله لو وصلنا خير، ما وصلناش برضو خير عادي، ربنا بعت لنا الاحسن وكده. ان شاء الله في يوم من الايام هنوصل. ان شاء الله على رمضان انا واعد وقايل وعد ان انا هشحن لاي واحد فيكم لو 325 شدة او 60 او 120. فانا برضو حاططها لسه في بالي ومش عارف اللي هيبقى في ايدي ان انا اشحنه او اشحنه لكم هعمله. مش راضي. طب يا جو تشحن لنا ليه من دلوقتي؟ انا مش راضي من دلوقتي لان مفيش ناس كتير تعرفني، مفيش ناس كتير تخلينا ننزل ان انا اعمل لكم شدات وكده. انا عايز ناس كتير تعرفنا عشان ناس كتير تاخد. يعني شير بالحب كده لصاحبك لاخوك بتاع، قول له ده انا شفت على اليوتيوب وكده بيصور وبينزل فيديوهات. اعمل خير لاخوك عشان تلاقي الخير. اعمل، انا بقول ايه؟ مش عارف والله، بس يعني الفيديو الجاي تمام هيبقى الانجاز ان شاء الله. الفيديو هيكون يا بكره يا بعده، على حبكم ومشاهداتكم لايكاتكم وتعليقاتكم تمام للفيديو ده. اشترك في القناه يا زميلي. عايزك بص، والله العظيم انتوا لو وصلتوني 1000 مشترك قبل رمضان هعمل لكم سحب على 325 شدة. طب هتقولي طب ايه هي مثلا الشروط بتاعت المسابقة عشان نخشها؟ انت بس كل اللي هتعمله تعمل لايك. يا عم مش عايز منك لايكات، بس انت اكيد لو هتعمل لايك بالحب، يعني حبا فيا مش حبا لاي حاجة او حبا للي انت عايز الرويال. بس لا، انت تعمل لي بس تعليق وتحط لي تكتب لي تعليق حلو وتكتب لي في الاي دي بتاعك. نعمل عجلة حظ والمحظوظ هو اللي هتطلع عليه 325 شدة مثلا. طيب اللي مش هياخد يا جو ان شاء الله هيبقى فيه صحبات كتير تاني، ما تتضايقوش. وبس ده الفيديو بتاعنا. انا اتأخرت جامد والفيديو كبير وكلامي كتير قوي 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 بس انا بحبه والله العظيم بحبه، عشان كده انا بتكلم كتير. انا ما عنديش حد اتكلم معاه او اتكلم يعني حد يبقى صاحب اتكلم معاه غيركم انتوا. والله انتوا صحابي واخواتي وعيلتي التانية، فاهمين؟ والله العظيم انا بحبكم 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 كتير قوي. وده فيديو بتاع النهارده. صلى على النبي في الكومنتات، صلى على الحبيب قلبك يطيب، صلى على النبي حلو، واذكر الله وانت قاعد كده كتير. بس فاشوفكم في فيديو جديد، وسلام يا اخواتي.